بشوفه كل يوم في اوضتي من ساعة ما جيت البيت ده. دايما بيكون واقف عند زاوية الأوضة بشكله المرعب، ودايما بشوفه بعد ما بنام بصحى من النوم في الأول على صوت خبطات جاية من الزاوية دي، ولما بفوق وببص ناحيتها بشوفه كائن شكله غريب قصير جدا راسه فيها قرود، ودايما بيبص ناحيتي بعينيه الحمراء اللي اغلب الوقت بيكون شكلها مرعب. بحاول اني اتخلص منه، بحاول اني اقرا قرآن، ولكن بحس في اللحظة دي ان جسمي اتشل حرفيا، وبعد فترة كبيرة بقدر اني افوق من حالة الصدمة اللي انا ببقى فيها وبهرب من الأوضة. وطبعا كل مرة ما ببقاش عارفة اي تفسير للي حصل. النهاردة بالذات انا عرفت تفسير كل حاجة. البيت اللي انا قاعدة فيه ده هو السبب. في الأول جدتي كانت عايشة في البيت ده قبل ما تتوفى من 5 سنين بصورة غامضة، والمشكلة إن هي ما كانتش بتعاني من أي أمراض، ويوم لما لقوها وهي متوفية كان باين على ملامحها الرعب والفزع، ولحد النهاردة محدش كان عارف الرعب والفزع دول كانوا بسبب إيه. النهاردة بس أنا عرفت لما شفت في قبو المنزل الصندوق اللي لما فتحته شفت جواه طلاسم وتعاويذ كتير، وشفت كمان صورة جدتي اللي كانت مرسوم عليها كلمات غريبة. الكلمات دي مرسومة بالدم، وطبعا قدرت أعرف إن في شخص قرر إنه يعمل سحر أسود لجدتي، وفضل كائن موجود معاها في البيت لحد ما خلاها تفارق الحياة. والكائن ده بيطاردني دلوقتي وأنا مش عارفة أتخلص منكم إزاي. لو عندكم طريقة يا ريت تقولولي.